علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني يعلن إيران اليوم أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليا هي مركز حضارتنا، ثقافتنا، هويتنا اليوم كما في الماضي. يا يونسي، قوم قال عنكم المتنبي قبل 900 عام: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. هنا تنبري كلمات سعود الفيصل طيب الله ثراه: لسنا دعاة حرب، ولكن إن قرعت طبولها فنحن جاهزون. الحوثي يتلقى إيعازا من قم ويعلن: من يطمع في انتزاع سلاحنا سنطمع في نزع روحه من بين جنبيه. يقول العرب: يا حوثي قل لي من تصاحب، أقول لك من أنت ولم تسمع بصاحبك آية الله شيرازي عندما قال: المهدي المنتظر سيعود إلى العالم عبر سفينة فضاء. والله لم أجد سوى بيت المتنبي: قوم إذا مس النعال وجوههم شكت النعال بأي ذنب تصفع. في مثل هذا اليوم إيران ترسل أذنابها إلى صنعاء، فرقصت عمائمها طربا. العاصمة الرابعة تدين بالولاء. هيهات ما دام في العرب سلمان، وعن بأس العرب سل التاريخ سيحكي لك أرجوزة النصر في هذا الزمان. صباح النصر عند الحزم أشرق، وأرعد باسم عاصفة وأبرق. صباح الأسد تزأر فوق صنعاء، فترتعد الفرائس ثم تسحق. ويومك أيها الخوان خزي وعار، لو دها إبليس أطرق. صباح اليمن يا يمنا سعيدا، أبى إلا الصمود فكان أوثق. صماد يعلن العفو العام عن المغرر بهم، ويكمل قائلا: رغم مرارة الجراح وفداحة العدوان وقسوة المعاناة سأفتح الصدر وأمد اليد. أغلق عليك صدرك يا هذا، أو ظننت الناس قد ضلت هداها كي تجده في صدرك؟ عد إلى بسطتك وحزم القات، فوالله ما كنت تبيعه أهون مما تبيعه اليوم. يا رئيسا لم يعترف به أحد سوى مزبلة التاريخ. إلى اللقاء.